السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. يا رب يكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. احنا النهاردة في طريقة تشبيك الوحدات بتاعة الشال. هشبك معاكم النهاردة. ده طبعا السؤال اللي جالي على الجروب زي ما انتوا عارفين أو شفتوا الفيديو اللي فات. كان عن طريق السؤال كان عن الوحدة ديت. ان هي مش بتطلع مظبوطة مع القمر اللي بعتت السؤال على الجروب. تمام. فالنهاردة انا بقى بكمل بقية الشال. هشبك معاكم الوحدة وهنشوف طريقة التشبيك ازاي مع بعض. تمام. انا هشتغل عادي، احنا كده في الدور السابع، الدور الاخير. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هشتغل، هرتفع 1 2 3 4 5 وهشتغل حشو 1 2 3 4 5. هشتغل حشو 1 2 3 4 5. احنا هنا كأننا بنشتغل الدور السابع تاني مع بعض، بس عشان هنشبك هنعمل ايه دلوقتي؟ هشتغل عادي. احنا اتفقنا مع بعض ان الاربع عواميد دول بنشتغل في الفراغ اللي قبليه والفراغ اللي بعديه. فانا دلوقتي هشتغل في الاربع عواميد دول 1 2 3 4. كده 4 معايا. هعمل ايه دلوقتي؟ هشتغل 1 2 3 4 5. احنا في السلاسل في المجموعة الأولى أو الوحدة الأولى بنشتغل 11 عمود، 11 أسفة 11 سلسلة. في الزاوية ديت بنشتغل 11 سلسلة. احنا هنا هنشتغل الأول 5. في التشبيك ما بنشتغلش 11، بنشتغل 10. هنشتغلنا دلوقتي 5. هنعمل ايه مع بعض؟ هنجيب الوحدتين دول كأنك هتخيطيهم كده في بعض اهو. يا رب تكون واضحة. ده وش الوحدة وده ظهرها، وهنا الظهر اهو. فانا هعمل ايه؟ هخش كده في الفراغ ده اهو. يا رب اكون قادرة اوصل المعلومة. الوحدتين كده، ده الوش وده الوش، الظهر من تحت. فانا هخش هنا في الفراغ ده كده وهشتغل. هخش وهلف واسحب الخيط. هشتغل حشو. تمام. ادي كده حشو. هرجع هشتغل 1 2 3 4 5 وهرجع هشتغل في الفراغ اللي بعد ده. هشتغل 4 عواميد بلفة عادي جدا. 1 ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود. 4 عواميد بلفة عادي جدا اهو. هيبقى الشكل هيبقى كده. هنشتغل ايه تاني؟ هنشتغل 1 2 سلسلتين. احنا هنا في السلاسل لو تفتكروا احنا كنا عاملين 5 سلاسل، فانا دلوقتي اشتغلت سلسلتين وهخش في الوحدة اهي من تحت يا جماعة، وهسحب الخيط وهعمل حشو. الحشو دي بالنسبة لي سلسلة، ادي دي السلسلة التالتة بالنسبة لنا لو هنعد سلاسل يعني. وبعد كده هرجع اشتغل سلسلتين. تمام. بعد كده هرجع هقفل هنا عادي بالحشوة بتاعتي. هتبقى كده اهي، هتبقى كده. هنكرر تاني مع بعض 1 2 وهنرجع سلسلتين بس. هرجع هاخد في الزاوية ديت اهي او في الفراغ اللي بعده. احنا خدنا الفراغ ده، الفراغ اللي بعده اهو. هشتغل حشو. تمام. وهرجع 1 2 هشتغل في الوحدة الأولى اهو، عشان احنا كده بنشتغل الدور السابع. هشتغل حشو. هرجع 1 2 سلسلتين. هنروح للفراغ اللي بعده وهشتغل فيها حشو. هرجع 1 2 وهكذا اهو. هرجع هشتغل حشو 1 2 وهنرجع ناخد في الفراغ اللي بعده وهنشتغل حشو 1 2.
هرجع بقى للوحدة الأساسية معايا ديت، اشتغل حشو. يا رب ما تكونوش تهتوا معايا او سرحتوا او اتلخبطتوا بالشكل ده اهو. بصوا بالشكل ده كده تمام. هكمل معاكم. هرتفع 1 2 سلسلتين، وهاخد الفراغ ده حشو، وهرجع 1 2 هرجع هشتغل، هلف الخيط على الإبرة، هشتغل هنا 4 عواميد بلفة تمام. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، العواميد اللي احنا بنشتغلها في الزاوية تمام اهو. ال4 عواميد اهم، انا بس عايزة افردها اهو كده. احنا ماشيين صح. هنعمل ايه تاني؟ هرتفع 1 2 3 4 5. 5 في الوحدة التانية. في الوحدة الأولى بنشتغل 11 عمود لحد ما بتبقى معانا بالشكل ده، وهنخش في الفراغ ده وهشتغل ثانية واحدة كده بالشكل ده كده، وهشتغل غرزة حشو، وارجع اشتغل 1 2 3 4 5. نرجع نكمل بقية الوحدة بتاعتنا تاني عادي جدا من غير اي حاجة اهو. هيبقى ده الشكل. هنعمل ايه تاني؟ هنكمل بقى الوحدة بتاعتنا اهي. هنا اشتغلنا 4 عواميد بلفة، هرجع هنا وهشتغل 4 عواميد بلفة. ادي اول عمود، تاني عمود، العمود التالت، العمود الرابع. بعد كده ترجعوا تكرروا 1 2 3 4 5. تشتغلوا حشو 1 2 3 4 5 حشو، وهكذا. وتبدأوا بقى انا بس شغلت الجزئية دي عشان تبان معاكم شوية اهو. ده هيبقى الشكل في طريقة التشبيك بتاعة الوحدة. وطبعا كل ما بنشبك كل ما بيبدأ يبان الجزء اللي في النص بتاع الوحدة. الحقيقة الوحدة دي جميلة جدا فعلا، يعني تستحق ان تشتغليها وان انت تشتغلي بيها شال. دي طريقة التشبيك. احنا شبكنا زي ما انت شفتي كده، يعني مفيش اختلاف خالص، وتحسي ان كلهم داخلين في بعض. ده كان الفيديو بتاع النهارده. هو انا قصدت ان يبقى فيديو صغير. انا هكمل ال9 وحدات شغل، وهرجع بقى معاكم في الفيديو الثالث ان شاء الله. هنشتغل مع بعض الجزئين بتوع الشال الاماميين، وهنشتغل مع بعض. تحبي بقى تركبي له شراشيب او لا، هنشوف بعد كده. وهقول لكم في اخر الفيديو احنا اشتغلنا قد ايه، يعني انا استخدمت خيط قد ايه. كل التفاصيل ديت هنتكلم فيها في اخر فيديو. يا رب يكون شرح النهارده عجبكم. كان معاكم ريري احمد من قناه ريري كروشيه. اتمنى تكونوا استفدتوا يا رب، واتمنى اسمع رايكم وتسيبوا لي اسئلتكم سواء على الفيسبوك او على القناه هنا تحت اي فيديو. انا ببص على كل التعليقات. اشوفكم فيديو جديد. سلام.